السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي شهوات نزار بوتيت كويزين. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو اللي رائع فيه 4 ديال الوصفات. غادي نشارك معكم القريشلات اللي طلبوني عليهم بزاف ديال البنات. انا كنت دايرهم معكم في واحد الفيديو قديم وقلت نعاود نشاركهم مع البنات الجداد، علاش لا، وشاركتهم معكم بطريقه اللي مختلفه على الاولى. وغادي نشارك معكم واحد الميني كيك كيجي خطير بالكاناج ديال الشوكولاته، وكذلك واحد الطرطه بمذاق ديال الحامض والكريمه اللي كتجي روعه روعه. وغنشارك معكم هاد البسيطلات بيتزات بلا ورقه البسطيله بواحد الطريقه اللي هي زوينه بزاف، حشوه اللي هي اقتصاديه. كنتمنى ان هاد الوصفات يعجبوكم. ما تنساونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم، واللي مازال ما مشتركاش مرحبا بك اختي، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس باش يوصلك الجديد ديالي ان شاء الله. وبسم الله على بركه الله. كيف شفتوا معايا عندي هنايا عصير ديال 2 ديال الحامضات، وعندي هنايا كاس قل 4 ديال الماء تقريبا، يعني قد الحامض قد الماء. ما كنديرش كاس عامر، غير كاس قل 4 ديال الماء هنا باش نصاوبوا واحد الكريمه بحال نصاوبوا كريمه مركزه ديال الحامض. عندي هنايا معلقه كبيره عامره ديال النشا، واحد ساشي ديال الفاني، عندي 4 المعالق ديال السكر سنيده. كيف كتعرفوا درت 4 المعالق لحقاش الحامض راه حامض اولا الليمون الحامض كيكون حامض بزاف، فضروري خاصنا نحليوه باش ما يجيناش اللوغو ديالو مجهد بزاف في الطورطه ديالنا. بالنسبه لهاد الطورطه زوينه الا كانوا عندكم هكا ضياف او بغيت تفرحي الوليدات ديالك والعائله ديالك، كتجي رائعه رائعه. جربيها وردي عليا الخبر، هذه بلا فران بلا والو. المهم بعد ما طربت هذوك المكونات كلهم مع بعضهم، وضعت الكريمه ديالي على عافيه اللي هي مهيله، كنتحصل على هذه الكريمه بهذا الشكل هذا تماما كيف كتشوفوا معايا. غادي نحطها في شي اناء اللي يكون صغيور هكا، ندخلها للثلاجه. غادي نغطيها بواحد البلاستيك من الفوق باش ما ديرش ليا القشره، وندخلها للثلاجه حتى تبرد مزيان. يعني ملي تبرد ما تبقاش سخونه، ديك الساعه غادي نخرجوها باش نكملوا الطريقه ديال التحضير ديال الطورطه ديالنا. ايوا صافي حبيباتي، هنا بعد ما غطيت ليها الوجه ديالها كيف كتشوفوا كنحاول نلصق البلاستيك مع الوجه هاد الطريقه باش ما كان الكريمه ديالنا ما كديرش القشره. هنايا عندي 2 باكيات ديال البسكوي العادي، طحنتهم. الباكيه عندي راه ما كاملاش، وباكيه كامله. هاد الباكيه كتوزن 200 غرام. درت عليهم 2 مع طحنتهم في الهاشوار، وزدت عليهم 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي باش نحليو البسكوي ديالنا. كيف قلت الكريمه عندنا فيها المذاق ديال الحامض، الا درنا البسكوي هكاك غير بوحديتو فكتجي المذاق ديال الحموضه غالب بزاف وما كتجيش الحلاوه باينه. وهنايا عندي 150 غرام ديال الزبده دايبه، فدوبتها هكا في كسرونه، وغادي نضيفها على البسكوي ديالي، وغنحاول نخلط البسكوي مع الزبده مزيان حتى كيتلبس. ومني كنجمعوه بيدينا بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، يعني كيتجمع لينا ما كيبقاش مفرتت بحال التراب، لا مني نجمعوه ويتجمع صافي راه حنا وصلنا للمرحله اللي بغيناها. صافي هنا غادي نجيب المول اولا الاطار اللي غادي نطلع فيه هاد الطورطه هذه، واللي غنفيني فيه الطورطه. انا درت المول اولا الاطار مربع، وانتم ممكن ديروه مدور على حسب الرغبه ديالكم. انا باش هكا يعني تكونش حاجه مختلفه وصافي، مبقاوش دائما نديروا الحاجات مدورين. ايوا هذا ما كان البنات. المهم درت واحد الكميه لا باس بها في القاعده ديال المول، وكنحاول نضغط عليها مزيان بالمعلقه حتى غتشد ليا القاع ديال المول، ويعني يكون البسكوي شاد في راسو مزيان، لان هذه القاعده فإلا ما كانش البسكوي شاد راسو راه ملي غادي تحلوا المول غيتشتت لكم وغتضيع لكم المنظر ديال الطورطه. ضروري كتضغطوا على البسكوي مزيان باش كيشد لكم القاعده ديال المول، يعني كيكون هو الساس ديال الطورطه. وهنا غادي ندوز نحضر معكم الكريمه بعد ما بردات ليا هذيك الكريمه اللي صاوبناها ديال الحامض اللي درنا معها النشا والماء، كتكون بهذا الشكل هذا. صافي غندوز مباشره غادي نطربها شويه بالطراب الكهربائي تحل غير شويه، حيت كتكون هكا مكوره لحقاش كتبرد يعني كتجمع. غير كنحلها هكا تتولي كريميه. صافي غنبدا نضيف الكريمه السائله. هنا عندي 600 ملل ديال الكريمه السائله، غنبدا نضيفها تدريجيا شويه بشويه. تنضيفوا على حسب باش ما كتهبطش في خطره، لاننا ضفناها كلها. الكريمه عندنا الاخرى غتهبطها لينا ما تخليهاش تطلع هكا. كنطلعوها شويه بشويه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله، وكتطلع الكريمه ديالي. المهم ما نخليوهاش حتى كتولي قاصحه بحال غنفينيو بها شي طورطه، لا كتكون كريميه هانتم بهذا الشكل هذا. صافي هنايا غادي ندوز نبدا ندير طبقات. كندير طبقه
هنا في هاد ما بين الطبقات انا للاسف وليداتي ما تيبغيوش ليا، ماشي ولادي كاملين غير ولدي الكبير ما تيبغيش ليا الفواكه مقطعين وسط من الطورطه. انا ماذا بيا الا عندكم فواكه تقطعوهم وديرهم هنا في الوسط، عاد ديروا البسكوي، يعني كتجي رائعه بزاف بزاف. الا ما بغيتوش ما ديروش، كيبقى لكم الاختيار. صافي كنبقى مستمره بنفس الطريقه، تندير طبقه ديال البسكوي وطبقه ديال الكريمه، تنبقاو مستمرين هكا حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. غير هو نحاولوا الكريمه ملي نكونوا كنحطوها نحاولوا ناخذوا نفس القياسات باش ما تجيناش واحد الطبقه كبيره واحد الطبقه رقيقه، ناخذوا نفس القياسات باش كتجينا الطورطه متساويه مع بعضياتها. صافي تنبدا هكا بالظهر ديال المعلقه كنسرحها. وهنا ممكن تزيدوا حتى الا بغيتوا تزيدوا صلصه الشوكولاته، راه كتواسى مع الحامض بزاف بزاف. ممكن تزيدوا صلصه الكراميل حتى هي كتواسى مع الحامض كتجي زوينه. نتوما لكم الاختيار، يعني تديروا على حسب المتوفر. انا درتها سامبل والاضافات كنخليها لكم نتوما كتضيفوا شنو كيعجبكم. هنا راني درت الطبقه الثالثه والاخيره ديال البسكوي. صافي وغادي ندير الطبقه الاخيره ديال الكريمه وغادي ندخلها للثلاجه حتى كتبرد مزيان. عاده كنخرجوها من الثلاجه وكنزينوها. ضروري البنات هاد الطورطه هذه خاصها تبرد مزيان في الثلاجه، الا ما برداتش راه غادي تشتت ليكم. انا خليتها تقريبا واحد 3 سوايع، درتها هي الاولى وحطيتها في الثلاجه، وعاد نط كنحضر الاطباق ديالي اولا الشهيوات ديالي الاخرين. بالنسبه لواحد الاخت كتبت لي في واحد التعليق في الفيديو اللي فات، لا واش هادشي كديريه كله في نهار واحد؟ لا ما يمكنش، يعني كتقسمي وكديري كل حاجه في نهار. لا حبيبه قلبي كندير كلشي في نهار واحد، الله يعطينا غير الصحه والسلامه. واحد البنت اخرى واش كتاكلي هادشي كامل؟ هو كل كياكل على قد الجهد ديالو. هذا ما كان حبيبتي. المهم غطيت الطارطه ديالي ودخلتها للثلاجه، ما قديت ليها الوجيه ديالها. صافي غطيتها بلاستيك غذائي ودخلتها الثلاجه. هنا غندوز نحضر معكم واحد الميني كيك اللي كيجي خطير. هاد الميني كيك تعتمدوه في لوليداتكم دائما في الدار، اولا حتى اللي عندكم اعياد ميلاد ولا الضياف دغيا دغيا كيتحضر. درت 3 ديال البيضات مع كاس ديال السكر ديال العنبه ديال سنيده. ضفت واحد العلبه ديال ياغورت ديال الشوكولاته ولا دانيت شوكولاته، كاس قله ربع ديال الزيت. غنخلط المكونات كلها ثاني مع بعضياتها. انا كنستعمل في الكيك غير الطراب اليدوي، ما كنستعملش معكم الطراب الكهربائي بحكم كاين بعض الاخوات اللي ما كيتوفروش على الطراب الكهربائي، فماشي ضروري. يعني بالنسبه لي انا ماشي ضروري فقط في الجينواز، وكاين بعض لي كيك اللي كيحتاجوا الطراب الكهربائي. وهنايا راني ضفت واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو والمر، وضفت نص كاس ديال الماء دافي ماشي بارد دافي. المرات اللي فاتت كنضيفوه بارد، هاد المره ضفناه دافي كيعطي نتيجه زوينه بزاف. وغادي نبدا نضيف الطحين. هنا الدقيق فاحتاجيت فقط 2 ديال الكيسان، حيت ما عنديش بزاف ديال السوائل في الكيكه ديالي، فجوج الكيسان كانوا كافيين لهاد الكيك هذا. غادي نخلطهم مزيان مع الخليط. من بعد غادي نضيف الخميره. ضفت 8 غرام ماشي بزاف، يعني غير 8 غرام صاشيه وحده. انا كنستعمل هادوك ديال المغرب. البنات بزاف تيقولوا لي علاش ما كتستعمليش ديال ليدل. من الزهره البنات اللي عندي نهار كنمشي نشريها كنلقاها ما كايناش. هادشي اللي عطا الله اختي. نهار اللي كيجيني يعني كيكون عندي الجهد ونمشي ونتسخر من ليدل ما كنلقاش الخمارات. دائما ما كنلقاهمش، فكنت كنوصي واحد الجره ديالي كتجيبهم ليا معاها حيت هي بزاف كتمشي تما. والصراحه شحال هذه ما وصيتهاش. الا كتسمعيني من هذا الفيديو جيب لي معاك الخمارات. ايوا المهم البنات هادشي اللي عطا الله. انا كنجيب هذه المغاربه حيت كيكونوا مول الدار خارج كنقول جيب لي معاك الخمارات فيا ما يمشي. المهم بالنسبه للخميره قلت لكم ضفت 8 غرام صافي. وغادي درت الخليط ديالي هكا في واحد البوش. ودرت انا هاد ليمون السيليكون. هاد ليمون السيليكون ماشي ضروريين، عندك غير ليمون العاديين ديال الالومنيوم فكديريهم. انا درت هادو ديال السيليكون ساهلين، ما فيا ما يدهن بالزبده ما فيا ما يرش بالطحين، فدرت هادو ما كندهنهم ما والو، مباشره كنخوي فيهم الخليط ديالي ودخلتهم الفران. انا درتهم على 130 درجه. كيف كتعرفوا الفران سخون بزاف. قولي مبروك راجل الفران ان شاء الله مني نركبوه نشاركو معكم. واللي بغاو يعرفوا المميزات ديال الفران حتى هو نشاركو معكم ان شاء الله. ايوا المهم حبيبات قلبي هنايا بعد ما طابوا لي الميني كيك ديالي فتيكونوا بهذا الشكل هذا. جاو واعرين البنات، واعرين وليداتي حماقوا عليهم. انا كنصحكم تجربوهم لوليداتكم خصوصا بالتعميره اللي درت ليهم، جاو كيحمقوا. المهم هنا عندي الشوكولاته بالحليب.
اصلا الشوكولاته بالحليب كيف كتعرفوا بنينه بزاف، هذه تاكليها غير بوحديتها. وضفت عليها واحد العلبه ديال ياغورت ديال الشوكولاته، اللي ممكن تضيفي غير ياغورت عادي، ممكن تضيفي غير ياغورت طبيعي، ممكن تضيفي شويه ديال الكريمه السائله على حسب انت وشنو متوفر عندك. هنا انا بغيت ندير وليداتي بحال السوربريسه، يعني بحال واحد المفاجاه ملي كيفتحوا كيلقاو هذا البندق هذا، انا ولادي كيحماقوا عليه. دائما كيكون عندي في الدار كتياكلوه، كنصيفطوا معاهم المدرسه ولا، فدرسوا لهم من الداخل اللي كراها كيلقاها بحال السوربريسه كتعجبو. نتوما عارفين الوليدات الصغار اي حاجه كتفرحهم. الله يخليهم لينا يا ربي، والله يعطينا صحتنا باش نفرحوهم، هذا ما كان. ايوا صافي. هنا راه درت داك الكاناش بعد ما دوبتو فوق عافيه مهيله مع داك مع داك اليوغورت ديال الشوكولاته. درتو في هاد البوش، هاد لي بوش كيساعدوا بزاف بزاف الصراحه، كيساعدوني انا في الكوزينه. في عوض المعلقه كتعطل، هاد لي بوش ساهلين. صافي ودرت الشوكولا هكا خليته ساح على جنب بطريقه عشوائيه. بعد المرات الحاجه كتكون عشوائيه كتعطي منظر اكثر. انا مبغيتش نغلفهم كاملين بالكاناش هكا، بغيتهم يجيوني هكا عشوائيين. شوفوا المنظر كيفاش جا كيحمق. هادو تعتمدوا حتى اللي عندكم اعياد ميلاد او لا كي جايين عندكم ضياف، ساهلين بزاف بزاف. لي مول لكم بزاف ناس كيسولين منين كناخذهم. انا كناخذهم البنات عند واحد البازار هنا مغربي. هما ملي كنجيبهم دائما كيجيب السلعه تاع المغرب والخاص 2 €50، ماشي 3 €، عفوا 3 € باش خديت هاد الاخرين، ماشي غاليين بزاف. ايوا صافي. هنايا الطارطه ديالي بعد ما ديموليتها من هذاك الاطار، شوفوا كيفاش كتجي دوك الطبقات ديال البسكوي مع الكريمه اللي فيها مذاق الحامض. عرفتوا داك المذاق ديال الحامض مع الكريمه السائله كيفاش جا واعر واعر. انا اللي ننصحكم انكم غير جربوها، الا متوفرين عندكم هاد المقادير جربوها، ما متوفرينش عندكم ها هو الفيديو شفتوه، مره اخرى ان شاء الله تجربوها. صافي زوقتها بالشوكولاط بيض محكوك وهاد الكويرات ديال الشوكولاط بالبندق. صافي وحيدتها رديتها الثلاجه حتى نبغي نقدم الشيوات ديالي كاملين. وهنا غنلبي الطلب ديال واحد المتتبعه اللي دائما كتكتب لي التعليق: عافاك شاركي معايا الكراس، شاركي معايا، راه ما كينجحوش ليا. انا نقول لك علاش ما كينجحوش لك ونشارك معاك الطريقه. هنايا عندي 600 غرام ديال الطحين، يعني نص كيلو زايد كاس ديال العنبه. عندي تما 4 المعالق كبار ديال السكر حتى 5 المعالق كبار ديال السكر على حسب الذوق ديالك. اولا ديري كاس قل ربع ديال السكر سنيده ديال العنبه. درت معاهم كاس قل ربع ديال زيت المائده، معلقه ونص كبيره ديال خميره الخبز، خماره وحده ديال الحلوى، نص معلقه صغيره ديال الملحه، واحد البيضه. انا درت كاس ديال الحليب دافي، وغنكمل العجينه ديالي بالماء. كاس ديال العنبه. وهنا عندي الزرع، عندي حبه حلاوه والنافع والزنجلان. عندي تقريبا 2 معالق من انا حيت كيعجبوني هاد الكريسات يكون فيهم الزرع بزاف. نتوما الا ما كتبغيهمش يكونوا بزاف فتقلوا ديروا غير معلقه. انا درت 2 معالق ديال الجنجلان و2 معالق ديال النافع، ودرت معلقه ونص تقريبا ديال حبه حلاوه اللي درت حبه حلاوه اللي ما كثرتهاش بزاف. صافي سخنتهم نقيتهم وسخنتهم فوق مقيله حتى تحمروا شويه، ماشي تحمروا يعني سخنوا مزيان باش كيبقاو مقرمشين. صافي وتنبدا نعجن البريوش ديالي اولا هاد الكريسات. هاد الكريسات معروفين، يعني راهم من زمان معروفين في المغرب. مني عقلت على راسينا الام ديالي كديرهم لينا كيجيو رائعين الصراحه، خصوصا في الفطور ديال الصباح. المهم حبايباتي، شوفوا معايا العجينه كيفاش دايره، شوفوا معايا العجينه كيفاش مرخوفه، كيفاش كتلصق في اليد. هنا راه ما دابا ما كتلصقش، انا دهنتها بالزيت، ولكن العجينه كتلتصق في اليد خفيفه، غير ما كنديروهاش جاريه، ما تكونش يعني محرحره بحال الشكل ديال البوشيار، لا هذه كتكون شويه مجموعه البوشير غير شويه. اهم حاجه اختي هو العجينه تكون خفيفه، يعني ما تكونش قاصحه مجموعه لك في يدك، لا خصها تكون كتلصق لك في يدك، ضروري تكون تلصق لك في يدك الا بغيتي النتيجه ديال البريوش ديالك يجي زوين. كنخليها تخمر، كعطيتها وقتها في الخميره مزيان حتى خمرات، خدات الوقت ديالها الكافي في الخميره، يعني حتى خمرات مزيان. شوفوا معايا، ولكن شوفوا كيفاش خفيفه. كندهني يداتي بشويه ديال الزيت وكنحاول نحيد ليها الخميره غير بشويه. ها نتوما كنحيد هكا من الجناب وكنحاول ما نقصحش العجينه، يعني كنخليها شويه خفيفه، حيت الا حيدت الخميره كامله تتولي العجينه قاصحه في يدك. صافي كندهني يديا بشويه ديال الزيت وكنهز العجينه. ها نتوما انا خليتها لكم بلا تسريع. شوفوا القوام ديال العجينه كي داير، يعني القوام ديال العجينه رهيفه خفيفه وكتلاصق في اليد. راه ما كتلصقليش في يدي دابا حيت انا دايره في يدي الزيت، راه كون ما دايرهاش الزيت كره كتلقيني انا وياها مدابزين. صافي كندير القياس اللي انا بغيت نديرهم هكا شويه كبيبرين، كنديرهم في الطاوه، فرشتها بورق الزبده، ما عندكش ورق الزبده كدهني الطاوه غير بالزيت. وكندير فيها الكريسات ديالي، كنخليهم يطلقوا واحد شويه وتنبدا نقرصهم. ما ديرهمش هما هكاك مقوقين، لا قرصوهم، الا درتوهم هكاك راه كيزيدوا يتنفخوا الفوق وكيتفرقعوا من الجناب.
حيت هذيك البنت اللي كتبت لي قالت لي كيتفرقعوا ليا كيتفرقعوا لان اولا العجينه كتكون قاصحه، ثانيا كديريها هكا كيف ما كتكوريهم كيف ما كتحطيهم ضروري تقرصيهم وتخليهم يخمروا مره اخرى، هما راه كيتبونباو راسهم. هنا بالنسبه باش كندهنوهم المره الفيديو كنت شاركت معكم شي عامين دابا، سمحوا لي تقطعات فيا الهضره. كنت دهنتهم وما وريتكمش باش دهنتهم. دابا هنا دهنتهم بصفار بيضاء، راس معلقه ديال القهوه سريعه الذوب النسكافيه وشويه ديال الحليب. هذا هو باش كندهن انايا القرص باش كيجيو داك اللون ديالهم مذهب وكيجي اللون ديالهم زوين. كندهنهم الدهنه الاولى ومن بين ما كنكمل الطاوه الثانيه ولا كنكمل الكميه اللي عندي كامله وكنعاود نرجع للاول ونعاود لها دهنه اخرى. غير هو ما تكثريش بزاف حتى كيبقى ضايع في الجناب لان كيتحرق وكيعطي واحد الريحه خايبه. صافي هنا انا غادي نزوقهم بالزنجلان والكميه الاخرى غنزوقها باللوز ايفيلي على حسب ثاني. كاين اللي ما تيبغيش الزنجلان، كاين بحال ولادي انا ماشي كلهم كيبغيو الزنجلان. ولدي الكبير ما تيبغيش الزنجلان ولكن كيعجبو هكا اللوز ايفيلي المزوقه به شي حاجه. خليتهم خمروا هنا كيف كتشوفوا معايا ضاعف الحجم ديالهم وخمروا. غادي ندخلهم للفران، شعلت عليهم غير من التحت فقط على 170 درجه انا حيت الفران عندي مجهد، درت على 170. انتم تقدروا ديروا على 190 او 180 درجه حتى تنفخوا وبداو كيتحمروا من التحت. عاد شعلت عليهم من الفوق. شوفوا معايا كيفاش كيجيو اسفنجيين وكيجيو رائعين بزاف بزاف. انا اللي ننصحكم جربوهم الا كتبغيهم غلاض على هكا. انا ما كيعجبونيش غلاض بزاف باش ما كيبقاوش يتلصقوا في الفم، كيعجبوني هكا كنفتحهم وكندهنهم بالشكلاطه هكا لوليداتي ولا كندير فيهم زبيده وشويه ديال الكونفيتور ولا يعني انتما اللي بغيتو كديروا فيهم اللي بغيتو. كان ممكن تاكليهم غير هكاك بوحديتهم، راه غير بوحديتهم راه مذاقهم كيحمق. انا كيعجبوني كيكونوا عندي في الدار غير للاسف كنعكز عليهم ما كنديرهمش، ولادي كيعجبوهم. يعني هكا زوينين يكونوا في الدار خصوصا حنا اللي عندنا وليدات المدرسه هكا احسن من داك الخبز ديال الزنقه. ايوا صافي البنات هنايا غنصاوب معكم واحد البسيطلاس طورتيلا بسطيله حسبيها طاكوس. المهم كيف ما عجبك حسبيها ديري لها سميه من عندك. هادو حتى هما راه كنت وجدتهم معكم شي عامين دابا وكنت انا تقريبا من الاوائل اللي درت هاد الطريقه. بزاف الناس نالت الاعجاب ديالهم، ولكن كنت صاوبتهم بواحد الصلصه. هنا غنديرهم بلا صلصه، هنا غيجيو رائعين وبساط بزاف. ندير غير فليفلات هكا ملونين مع بصيله، شحرتهم مع شويه ديال الملحه والبزار، ضفت عليهم الصدر ديال الدجاج اللي ديجا عندي مغسول مزيان ومنشف من الماء وقطعته هكا شرائح اللي تكون رقيقه. هنا كنديروا بحال الطياب ديال الدجاج فاهيتا. المهم بحال داك الشكل. هنا ما كنضيف انا حتى شي اضافات وحدين اخرين، صافي غنكتفي غير بالدجاج والفلافل والبصله. ضفت عليهم شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الخرقوم، الزعتر واليازير. هو اليازير هو هاد طوميو يمكن بالاسبانيولا، روميرو وطوميو. وكاين عندي هنايا الثوم بودره مخلطه مع المعدنوس اخو البريخيل، يعني المعدنوس والثومه. انا الاعجاب بزاف هنا باقا ما كنعرفش بزاف ديال الاعجاب بالاسماء ديالهم هنا بالاسبانيولا. المهم كنعرف غير الزعتر اوريغانو هو اللي تنعرف، اما الاخرين يعني كنعرفهم غير بالشوفه والعاد كنقرا الاسماء ديالهم ديك الساعه نقول لكم الاسماء ديالهم. صافي بعد ما تشربات لي هاد الدجيجه ديالي التوابل كامله اللي عندي غنطفي عليهم ونخلي الحشوه ديالي تبرد. ما ديروش الحشوه سخونه لان عندنا هنا خبز طورتيلا كيكون رقيق، وإلا درتو الحشوه سخونه كيفزك داك الخبز وغتقطع لكم البسيطلات ديالكم اولا الساندويتشز ديالكم غيتقطعوا. هنا كناخذ واحد زليفه كندير هكا. انا خديت هاد الخبز ديال الطورتيلا اللي كيكون الحجم ديالو صغير ماشي الكبير، بغيتو ديروا الكبار كديروا الكبار على حسب نتوما الكميه اللي عارفه. الاشخاص اللي معاك في الدار ما شاء الله كياكلوا غديري الحجم الكبير وتزيدي تذوبي الكميه ديال الحشوه. ها نتوما كتشوفوا معايا كنلويهم بحال شكل بسيطلات. كنغرق هذيك الخبز هكا في داك الزليفه، كندير شويه ديال الجبن مبشور، كندير الحشوه ديالي وكنسد عليها هكا صافي وكنحطهم في الطاوه حتى غادي نكملهم كاملين. كان داك المره اللي فاتت كنت درتهم معاكم يمكن بالبيشاميل حتى هما جاو واعرين، ولكن هادو جاو كيحمقوا واعرين بزاف. تقدروا ديروهم كوجبه عشاء للوليدات ديالكم مع بطيطه مقليه مع شليضه. هانتي عشيتي وليداتك وعشاء اللي ساهل ما فيهش بزاف ديال الخدمه وما فيهش بزاف ديال التعب. هنا انا غادي نزوقهم من الفوق، دهنتهم بالمايونيز. الدور ديال داك المايونيز غير غيشد ليا هاد الفرماج ما يطيحش من الجناب صافي لا اقل ولا اكثر. بغيتي دهنيهم بلا صوص طوماطي اللي عندك جاهزه كدهنيهم بلا صوص مطيشه، عندك الاختيار انت ديري اللي عجبك
صافي درت هنايا الجبن، عندي هاد الجبن اللي فيه 4 ديال الانواع ديال الاجبان، ودرت هكا فليفله حمراء وصفراء من الفوق هكا للتزيين فقط. راكم كتعرفوا العين كتاكل قبل من الكرش. ودرت زويتينات كحلين حتى هما باش يعطيوني اللون، وغادي نرش شويه ديال الزعتر من الفوق. غندخلهم الفران، غنشعل عليهم غير من التحت حتى كيبانوا ليا تحمروا من التحت، عاد كنشعل عليهم الفوق كيذوب هذاك الجبن وكيتحمر. صافي كنحيدوهم من الفران وكتقدموهم بالصحه والعافيه. فكان هذا هو الكوتي ديال وليداتي. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. انا كنبقى ندير من كل فن طرب، كل واحد كندير له شنو كيعجبو. بحال عندي وليداتي الصغار تيحماقوا على الشوكولات، ولدي الكبير وولدي الوسطاني كيحماقوا على الشوكولات، يعني ضروري ندير لهم شي حاجه. يعني الزوج ديالي كيبغي شي حاجه هكا فيها الحامض، كيعجبو لوغو ديال الحامض. وليدي الصغيور درت له هادو، يعني كل واحد كندير له حاجه كتعجبو. وخلاص هاد الملح راه كيعجب كلشي، راه كيعجب الكبار والصغار. فجاو واعرين هادو، جربوهم يا البنات، راه كوجبه عشاء كيحمقوا. حتى بالنسبه للناس اللي كيخدموا كيبغيو يديو معاهم شي حاجه، ديو معاكم هادو، راه ما كيوقع عليهم والو، كيرطابوا كيكونوا زوينين بزاف بزاف. ايوا هذا ما كان البنات، فكانوا هادو هما الوصفات اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. علاش لا، انا نقسم معكم طورطه تشوفوها من الداخل كيفاش دايره. الاهم في هذا الشيء هذا هو انهم ساهلين، كلشي الوصفات ساهلين دغيا كيتحضروا، ما كيديوش منك الوقت بزاف. هذا ما كان البنات. صافي هادشي ما بقى ليا ما نقول. تقضت لي الهضره، قول لي يا اختي راك 21 دقيقه نسيتي الدوي. المهم هاد الطورطه جربوها، جات كتحمق، شي حاجه مختلفه. ديجا كنحضر معكم انا الطورطات هكا بهاد الطريقه هادي، ولكن راه وحده ما كتشبه وحده، راه المذاقات حتى وحده ما كتشبه الاخرى، واخا كيكونوا عندهم نفس الطريقه ولكن المذاقات مختلفين تماما. وهادي بالضبط انا نبغيكم تجربوها، نبغيكم تجربوها لحقاش جات واعره. راه خساره انا حيت كان يعني العشيه لاقيني الليل ما قديتش ناكل فيها بزاف. راكم كتعرفوا الحلاوه والليل السمنه تنادي. ايوا وانا تبارك الله راه ولا راسي طالب مني الشرع. ما كاين لك الشهيوات، كل 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 كل. ولكن النصيحه اللي كنعطي لاي اخت، دير اختي الشهيوات، تمتعي لي اختي بالشهيوات، ومتعي لي وليداتك، ما تحرميش راسك، ما تحرميش ولادك، وما تحرميش العائله ديالك من الشهيوات، ولكن كولي وقيسي. ما ديروش بحالي انا كنت كناكل تبارك الله بزاف، يعني تا لقيت راسي فت القانون. ايوا دابا حنا كنحاولوا نرجعوا للقانون. القانون المصرح به. ايوا هذا ما كان. شوفوا معايا هاد القريشلات جاو كيحمقوا، جاو غزالين. كيف قلت لكم انا ما كيعجبنيش يكون وسط منهم بزاف ديال الخبز اولا بزاف ديال البابه. وانتم ديروا على حسب شنو كتبغيو. الا كتبغيوهم غلاضين ديروا كيف غلطوهم، يعني غلطوا العجينه ديالكم. وهادو يا البنات، هادو يا البنات، يا سلام على مذاق فيهم كيحمقوا. هادو ما عرفناهم طاكوس بيتزا، طاكوس بيتزا بسطيله. المهم فيهم واحد المزيج جد جد رائع. المهم نوصيكم تجربوهم لوليداتكم، غزالين كيحمقوا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.